إذا أنت طالب سادس فتعال نقعد قعدة مع الحبايب ونسولف سوية. طبعا الكلام موجه للبنات أو للشباب. ما أعرف إذا هذا المقطع راح يصعد أو لا، بس حتى لو شخص واحد سمع كلامي وطمن كلامي اللي راح أحكيه بالمقطع وارتاح نفسيا، فراح اعتبر روحي وصلت رسالتي. المهم خلينا نبدأ بموضوعنا الأساسي. قبل كل شيء، شلونكم؟ شخباركم؟ شنو وضعكم ويا السادس؟ زين مستمرين بنفس وهوسكم لو قل شوية؟ زين شغفكم شلونه؟ وين وصلتوا بموادكم؟ شلونها درجاتكم؟ أسأل ربي يوفقكم ووفقني وياكم، لأن أنا حالي من حالكم كذلك طالب سادس وسوية حاسين بالمعاناة والتعب، وإن شاء الله ما بقى غير 28 يوم وتجي نصف السنة، وبهاي الحالة خلصنا الجزء الأول من هاي الرحلة العظيمة. اي صح كلامك، بس فاضل أنا تعبت. مقدر تعبك ومقدر مجهودك، وأنت بطل ودير ببالك تفكر بالتعب أكثر من تفكيرك بدراستك. صح ممكن تحس بتعب وضغط وإجهاد، بس وعيونك ما بقى شي ويخلص كل شي وتخلص هاي الأيام وهذا التعب كله يزول ويروح. وتذكر رب العالمين انه ما ينطي اصعب المعارك الا الاقوى الجنود. فخليك صامت وثابت وكافح واستمر اكثر، وتوكل على رب العالمين حتى سويت بالاخير والعيون تدمع من الفرحة وتنسى التعب كله. اي بس انا درجاتي ضعيفة بالشهريات وخايف هسه. شوف حبيبي، نصف السنة والشهريات هي جزء من رحلة معينة، يعني تخيل هسه انت بسفرة معينة او طالع السفرة معينة او المكان معين وعطلت بيك السيارة، خلينا نقول فد عطل خفيف، فانت بهاي الحالة راح تلغي الرحلة كلها لو راح تصلح سيارتك وتكمل طريقك وما تخرب ونستك بفد عائق بسيط. وكذلك نصف السنة والشهريات، انت حاليا تجهز نفسك الشيء اقوى والشيء نهائي اللي هو الوزاري، ومن تدخل للوزاري تدخل ودرجتك صفر، وشنو تجيب ورقة الوزاري هو اللي راح ينحسب لك كمعدل نهائي لك. وبالاساس يعني انت من شنو خايف؟ لا من صدق من شنو خايف انت حاليا؟ ليش انت شنو تريد من المدرسة اصلا غير الاشتراك والتأهل للوزاري؟ فابدا اسئلة المدرسة ودرجات المدرسة والشهريات ابد مو مقياس لا الك ولا لمستواك مهما كانت درجتك. وهذا كلامي الك مو معناها انه تبطل تحضر وتهمل واجباتك، لا، بس على مود لا ياخذك التفكير لهيج موضوع ولهيج شيء وتحس روحك مو كافي ابو الوزاري. فخلص اطمن، حاول تدرس اكثر وتجتهد اكثر، وش ما تجيب من درجة فانت اهم شيء انه تخلي ببالك انه توصل للوزاري، انه تتأهل للوزاري وبس. هذا اللي مطلوب منك من المدرسة. اي زين طمنتني، بس انا قاعد انسى اللي ادرسه. ليش حبيبي بس انت تحس بهيج احساس؟ شوف حياتي، كل طلاب السادس يحسون بهيج احساس بالوقت الحالي، سواء بسبب الضغط اللي دا يصير علينا او التعب او الاجهاد. وهي مرحلة السادس مرحلة نفسية اكثر من مرحلة دراسية، فحاول تسيطر على نفسيتك وعلى تفكيرك وسوي اللي عليك، ورب العالمين ابدا ما يضيع تعب احد. والدليل انه قال بكتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فاتعب واشتغل على ذرتك حتى بالاخير كلنا نوقف ونصفق لك وانت محصل ثمرة التعب على هاي الذرة. وهاي شنو؟ الدموع والهلاهي والتكليت والهوسات والرقص. فيا رب ما يضيع لا تعبي ولا تعبكم، وان شاء الله نفرح اهلنا بالنجاح الحلو بالمعدل الاحلى. ربي يعطيكم الصحة والعافية، ربي يحفظكم وينصركم على ابو الوزاري. وبالاخير اذا صعد المقطع فاكتبوا لي شنو مشاكلكم وبشنو تمرون وتحسون، حتى نقعد مثل هاي قاعدة مع الحبايب ونسولف سوية. واذا ما صعد فاعتبر روح انه قاعد افضفض الشخص مجهول وبس. واخر شي احكي لكم استودعكم رب العلي العظيم الكريم الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.